ازيكم واللي مفيش زيكم. احنا النهارده في مدينه اسماعيليه في مصر الجديده عند بيدو علشان نجرب الكبده بالليه بتاعه ليلى علوي. وعلى فكره يا عم، انت لو جربت الكبده بالليه دي هتقول الكلمه الشهيره بتاعتك، وعهد الله عالمي. احلى متابع ولا ايه؟ حبيبي يا معلم. بادئين من 77. انا مشهور كبده بالليه، عيش بلدي. ليلى علوي الممثله وهي ساكنه في ارض الجولف قريبه مننا هنا. جت مره معديه من هنا وشمت الريحه، لان ريحه الليه مع التتبيله اللي انا بعملها دي بتجيب الناس من بعيد كمان. شمت الريحه من على الناصيه، جت لنا من لغايه هنا وكلت من عندي كذا مره. انت شوقتني. والله انا عشان كده بقول هي ما بتكبرش ليه؟ عشان كده لسه صغيره. ناس مشاهير كتير بتيجي عندي هنا على السمعه، لان انا اول واحد مصر الجديده كان بيبيع سندوتش كبده سندوتش، لان الكبده دي كانت بتتباع بالميزان. 8 كيلو، ربع كيلو، نص كيلو. لا انا كنت ببيع بالسندوتش. كمان في محمد منير يجي ياخد آلات موسيقيه من ياماها، الريحه راحت لمحمد منير والشله بتاعته جم عندي كذا مره. انا عايز اقول لك ان انا اصلا واقف وشامم ريحه وعايز اكل بصراحه. الف انا وشفت. معلش بقى لو في دوشه او صوت عالي عشان احنا قعدنا في القهوه اللي قدام بيدو. سندوتش الكبده يا باشا عنده سعره 30 جنيه، وزي ما انتم شايفين كده هو نزل العيش على الجدار يتحمص شويه وخد من الدسامه بتاعه الكبده اللي بالليه. نقول بسم الله وندوق. بسم الله. ايه الحلاوه دي؟ الكبده نظيفه قوي وباينه عشان ما فيهاش بهارات كتير، واللي هي اللي فيها مدياها طعم. لا انا اكلها لوحدها كده انسجات شرايين على طول. كبده حلوه قوي ونظيفه قوي، والميزه اللي فيها كمان اللي هي تقطيعتها كبيره مش صغيره. لها حق لا علو تبقى مدمناه. بعد كده يا باشا معانا برجر اسمه او بيدو، اللهم صل على النبي. ده يا باشا جواه اجرام، في جبنه موتزاريلا، وتحت الموتزاريلا دي لحمه متعصجه، وبعد كده قطعه البرجر يا باشا والصوص المميز بتاعه. نقفل كده يا باشا. بسم الله. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ده اللي يتقال له طب وعهد الله اعلم. البرجر انا حاسس اللي هو لحم صافي، نسبه الدهون فيه قليله، مع الدهون بتاعه الموتزاريلا واللحمه اللي هو عاملها دي في ميكس رهيب يا جماعه. وعايز اقول لكم ان اللحمه اللي جواه دي مشطشطه شويه كده، خطير يا جماعه خطير. وكمان جواه مشروم. يا لهوي. انا كده يا باشا لقيت البرجر اللي بدور عليه. سجق ضاني وسعره 28 جنيه. نفس الحركه برضه عاملها في العيش، والحركه دي يا جماعه مكيفاني قوي، وفي 3 صوابع زي ما انت شايف كده. وميزه ثانيه هو مش حاطط طحينه على السجق، هو حاطط صوص اسمه بيدو، هو اللي مخترعه. نقول بسم الله وندوق. بسم الله. لا الراجل ده جامد قوي. السجق برضه من الناس بهاراته حلوه، زائد فعلا الصوص دوت غريب، انا اول مره ادوقه. وفي حروقه كده برضه على السجق مخليها طعمه حلو قوي. عالمي يا بيدو. والصوص اللي انت عامله دوت جامد، بس انا حاسس ان فيه كاتشب. نخش بعد كده يا باشا على الحواوشي، والحواوشي هنا سعره 45 جنيه. اوه شايفين يا جماعه التحميصه عامله ازاي؟ نفتح يا باشا كده ونشوف الحشو. واخد حشو كويس. نقول بسم الله وندوق. بسم الله. الحواوشي يا جماعه معمول بلحمه ضاني، ممكن يكون كميه البصل والتوابل كتير شويه بس هو حلو. طيب انا بالنسبه لي اول حاجه هي البرجر، وبعد كده الكبده اللي بالليه بتاعت ليلى علوي، وبعد كده السجق، وبعد كده الحواوشي. وبس كده. كان معاكم عمرو عزت من مطعم بيدو. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.